فقدان. اولا لان مش كل حب هيبدا بالزواج، هينتهي بالزواج، دي حاجه. الحاجه التانيه لان احنا طبعنا كفيميل الايموشن عندنا هي اللي غالبه مش الكوجنيشن، بس طبعا مش كله. طيب وليكن لو في بنت صاحبه ولد، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي هرمونات السعاده، النورادرينالين والسيروتونين والدوبامين زادوا. طيب الشخص ده خلاص تعرفوا بقى يروحوا ويخرجوا مع بعض، ايه اللي بيحصل؟ بقى في ثبات. طيب احنا عايزين نسخن الموضوع، عايزين هرمونات سعاده اكتر، عايزين جرعه سعاده اكتر، زي الشخص اللي بيجرب نوع من المخدر وعايز نوع اقوى، صح؟ عايز نوع يحسسه باول جرعه خدها، فتلاقيه ليه متطلبات تانية. ايه المتطلبات التانية؟ لمس ايدين، وهكذا. كل مرة الموضوع بيتجرع عشان تزود الاحساس بالسعادة اكتر. فطول ما انت ماشي ورا الايموشن هتعمل بيهيفير، سلوك غير اخلاقي، هتعمل سلوك ما يطوعكش، هتعمل سلوك ما المفروض لو انت فكرت هتلغيه. لكن للاسف احنا غالبيتنا مادام دخلت الايموشن في الموضوع بيكون ليها الاغلبيه ان هي اللي تكسب، بيكون ليها الاحقيه بان هي اللي تعمل البيهيفير مش الكوجنيشن. لكن لو انت حطيت ثوابت، لو انت عملت ستوب ووقفت وجيت عند الكوجنيشن الادراك وجيت عند الايموشن قلت كده انف، كفايه، مش هعمل كده، ده غلط لان انت فكرت، صح؟ فانت عطيت الحكم لمين؟ خليت مين يكون عندك الدومين الاساسي اللي بيتحكم الكوجنيشن الادراك، بناء عليه هتعمل بيهيفير يناسبك، يناسب اخلاقك، يناسب دينك، يناسب التربيه والمجتمع اللي احنا فيه. ولكن مين هيقدر يمشي الكوجنيشن مع الايموشن؟ نسبه قد ايه؟ قليله. عشان كده ربنا خايف علينا. مش كل الناس هتقدر تتحكم في الايموشن وتخلي الكوجنيشن هو اللي بيعمل كنترول. فعشان كده لا، ابعدي، اطلعي من العلاقه وانت شخص سليم فعلا، وانت طالعه بدون خسائر. فايه مادام ما تدخلي على مرحله تطلعي منها بحزن، تمام، لان الحزن فعلا مؤلم. اي نعم هي سعاده، يمكن سبحان الله سعاده الحب غير سعاده النجاح، غير سعاده لما ربنا يرزقك بمولود، غير سعاده اي حاجه بتعمل هابنس. سبحان الله كأن كل حاجه ليها مقدار من السعاده واحساس مختلف. زي برضو لما كنا بناخد الالم بتاع الراس، الصداع مختلف، الهيدك، الالم بتاع الابندكس، الالتهابات الزايده مختلف، الالتهاب بتاع البين بتاع المغص الكلوي مختلف، كله بين، ولكن كل بين بيختلف عن التاني. كذلك الامر السعاده تشملها حاجات كتيره جدا، ولكن كل احساس للسعاده بيختلف. اشمعنى السعاده بتاع الحب مختلفه؟ هي مختلفه فعلا، واقع تاني مختلف، لان ربنا جعل الفطره دي عندنا عشان يبقى في زواج، في تقارب فيما بعد. ولكن عطلنا ما الحاجه دي فيها فتنه، عطلنا ان احنا نعمل كنترول عليها، عطلنا ان احنا نحصن نفسنا، ما تتخذوش اغتان، ما تصاحبوش حد، ابعدوا. عطلنا بان احنا نغض البصر. كل واحد عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه. فانت تحوش الايموشن بتاعتك دي، احفظها لمين؟ للشخص المناسب اللي ربنا هيرزقك بيه، او اللي ربنا